تخيل تكون موظف في مطار ويجيلك راكب بجواز سفر رسمي لكنه من دولة مش موجودة على وجه الأرض. هل ده خطأ ولا خدعة ولا في تفسير أغرب من الخيال؟ في الفيديو ده هنحكي عن واحدة من أغرب القصص اللي حصلت في القرن العشرين. في سنة 1954 مطار طوكيو في اليابان كان شغال بشكل طبيعي لحد ما وصل راكب غامض قادم من أوروبا، شكله عادي ولبسه طبيعي وجواز سفره رسمي 100%. المشكلة الوحيدة الدولة اللي طالع منها مش موجودة على أي خريطة. اسم الدولة كان تاورد، والراكب كان متأكد تماما إنها دولة معروفة، بل إنه زار اليابان قبل كده باستخدام نفس الجواز. الموظفين بدأوا يشكوا، لكن الصدمة كانت إن الجواز كان فيه أختام دخول وخروج من دول حقيقية، يعني الموضوع مش مجرد تزوير بسيط. لما المحققين سألوا الراجل عن موقع بلده أخرج خريطة العالم وأشار على موقع بين فرنسا وأسبانيا، لكن في الحقيقة المكان ده مفهوش أي دولة. الموظفين قالوا له إنه بلده مش موجودة، لكنه غضب وقال إن دولته بقالها أكتر من 1000 سنة موجودة. الأمر زاد غموضا لما راحوا يدوروا على الشركة اللي جاي يزورها وما كانش ليها أي وجود، ولا حتى البنك اللي كان بيستخدمه، والراجل كان مصدوم زينا تماما. في النهاية السلطات قررت تحتجزه في غرفة بأحد الفنادق القريبة، والغرفة كانت تحت حراسة مشددة طول الليل. لكن الصدمة الكبرى حصلت الصبح. الراجل اختفى تماما، لا باب مفتوح ولا شباك مكسور ولا أي أثر يدل على إنه خرج، كأنه تلاشى من الوجود. بعد الحادثة دي انتشرت نظريات غريبة حوالين الموضوع، منها انتقال بين الأبعاد. هل ممكن يكون الراجل فعلا من عالم موازي ودخل عالمنا بالغلط؟ النظرية التانية السفر عبر الزمن، هل هو مسافر زمني من المستقبل أو الماضي؟ النظرية الثالثة مؤامرة أو تجربة حكومية، بعض الناس بيقولوا إنها كانت خدعة أو تجربة سرية. في النهاية القصة دي فضلت واحدة من أكبر الألغاز اللي ملهاش أي تفسير منطقي، لكن مفيش أي دليل رسمي عليها. البعض بيعتبرها مجرد أسطورة حضارية، والبعض مقتنع إنها حصلت بجد. أنت شايف إيه؟ هل ممكن تكون حقيقية ولا مجرد خدعة انتشرت على الإنترنت؟ شاركوني رأيكم في الكومنتات.